السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، رسالتي إلى سماحة الشيخ. سماحة شيخنا العزيز، البارح طرحت في أحد المجالس الحسينية بأن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. المقصود فيها هم أهل البيت سلام الله عليهم، لأنهم وجه الله الذي يؤتى، وأنهم هم الباقين. هذا الخط وهذا الطريق هو لا ينتهي، يوصل إلى الله بشكل دائم، وكل الطرق منسدة وكل الطرق مقطوعة. أنا أقول الكلام جميل والكلام منمق ومصادقه حلوة، ولكن ليس مكانه في الآية، مع أنني لست من ذوي الاختصاص، ولكن أجواء الآية لا تتكلم عن هكذا. أجواء الآية تتكلم عن موت حقيقي وحياة حقيقية. لما نجي تقول مولانا، اسمح لي أن هذه تدخل وهذا تطفل أنا أعتبره، فلسنا في المقام ذاته. أنت ما شاء الله وزن جبل وأنا وزن جناح بعوضة، أو أقل من ذلك. شيخ العزيز، لما نجي نقول أشهد أن لا إله، لا يوجد آلهة إلا الله. واقع الأمر يوجد الآلهة ضلال، آلهة مختلقة، أصنام، حجارة، كذا. هذه الأمور في نفس الإنسان، والإنسان عبد الحجارة وعبد الأوثان آلاف السنين. فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء سلام الله عليهم جميعا يقولون بأنه لا يوجد إله، وختم الرسائل أو رسالات بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول لا إله، لا إله. كل الآلهة هذه باطلة يقابلها إلا الله. شوف المقابلة، القمروان، يعني الشمس والقمر، مع أن الشمس ليست قمر، ولكن من باب المجازي والمقابلة تسمى، ومنكم نستفيد. فهنا كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وجه الله أي ذات الله سبحانه وتعالى. أكو خالق وأكو مخلوق. المخلوق سيهلك لأن له تاريخ صلاحية معينة وينتهي، بينما الخالق هو الموجد، لا تأخذ سنة ولا نوم، هو الخلود لله، الصمد لله، القوة لله، القدرة لله، الذات الإلهية المقدسة هي الله. الله حي لا يموت. عدا الله كل شيء مات، لأن عدا الله شيء، الله ليس بشيء. فنحن نتكلم كل شيء هالك إلا وجه أشهد أن لا إله إلا الله. أنا أتصور بهذه الكيفية. صحح علي شيخ العزيز، ودمتم سالمين.